الخطاب الملكي اليوم لابد أن نتحدث عن لحظة الخطاب وكذلك شكليات الخطاب. الخطاب يأتي في نهاية الولاية التشريعية أي في سنة انتخابية، وكذلك يأتي في لحظة احتجاجات على مستوى الوطني، وبالتالي فالخطاب عبارة ووجه مجموعة من التوجيهات لمجموعة من الجهات وفي مقدمتهم البرلمانيين والعمل البرلماني، حيث اعتبر على أنه هذه السنة اللي هي سنة انتخابية يجب أن لا ننشغل بالانتخابات وبالتالي الانتخابات، بل يجب أن نكون في صلب إتمام المخطط التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات التي ترتبط بالمواطنين والمواطنات، وكذلك دور البرلمانيين في الإنصات إلى المواطنين والمواطنات، باعتبار أن الاحتجاجات التي عرفها المغرب تحتاج إلى قنوات رسمية ولدى تكليف رسمي من الملك ليقوم البرلمانيين بأدوارهم في الاستماع والإنصات وفي التبليغ عن القوانين وعن الإنجازات التي تقوم بها الحكومة والسلطات العمومية، وكذلك في الاستماع إلى نبض المواطنين والمواطنات، إضافة إلى الاستمرارية فيما يتعلق بخطاب العرش، باعتبار أن خطاب العرش أكد على أنه لا يمكن أن نكون أمام المغرب سرعتين. اليوم يتم تفصيل الأمر من خلال الاهتمام بالمناطق الهشة أو ما سمي بالمناطق الجبلية والواحات، ثم الاهتمام بالساحل، ثم الاهتمام بالمراكز القروية، إضافة إلى موضوع المتعلق بالعدالة المجالية والعدالة الاجتماعية، على أن المشاريع الوطنية الكبرى ذات البعد الاستراتيجي لا يمكنها أن تنسينا المشاريع ذات البعد المجالي، وبالتالي المغرب محتاج المشاريع الكبرى، محتاج مستشفيات كبرى، محتاج الملاعب، وكان محتاج على أنه تكون عندنا واحد التنمية مجالية، واعتبرها صاحب الجلالة هي المرآة التي من خلالها يمكن أن نتحدث عن المغرب الصاعد، وأنها هي التي يمكن أن نقيس بها العمل التنموي وهو التنمية المحلية في بعدها الترابي.